السلام عليكم ومرحبا بكم في شوات حكيمة. اليوم ان شاء الله مع وصفة جديدة وفيديو جديد غادي نشارك معكم حلوة اقتصادية، حلوة الخليط اللي كتجي ولا اروع، كتجي لذيذة بزاف، والاهم انها كتحضر في وقت وجيز وما كتاخذش منا وقت طويل. اللي كيشوف قناتي لاول مرة انضم لها بالضغط على زر احمر صابونو، وكذلك فعل الجرس. نخليكم مع الفيديو، فرجة ممتعة. بالنسبة للمكونات ديال هاد الحلوة، غادي نحتاج ليها 250 غرام ديال الزبده المارغرين، وكذلك كاس الا ربع من زيت نباتي، نصف كاس كذلك من السكر الخشنه والسكر السنيده. هنايا طحنت واحد شويه باش ما كيبقاوش هكا الحبيبات غلاضين، كنطحنوه واحد شويه كما كتلاحظوا معايا. ممكن ديروا حتى الكاس عامر الا بغيتوا هكا الحلوه ديالكم تجيكم حلوه. عندي كذلك هنايا كاس ديال الكاوكاو اللي كيكون هكا محمر ومهرمش، والقليل من الزبيب اللي كيكون مغسول مزيان ومقطع رقيق، وكذلك كاس الا ربع من الزنجلان اللي كيكون هكا غير مصهد. وعندي هنايا الدقيق الابيض اللي كيكون من نوعيه جيده، وواحد ساشي من بيكين باودر اولا خميره الحلويات من فئه 8 غرامات. اول حاجه غادي نخدموا الزبده هي الاولى مع واحد شويه ديال الملحه، قبيصه ديال الملحه والسكر. غادي نخدموا مزيان الزبده حتى كيندمج لينا مزيان مع السكر، ومن بعد غادي نضيفوا الزيت. غادي نخلط المكونات مزيان حتى نحصلوا على واحد الخليط اللي كيكون على شكل بوماد كما كتلاحظوا معايا. وهنايا غادي نضيفوا الزنجلان وكذلك كاوكاو، ممكن ديروا اللوز ولا الكركاع ولا اي حاجه هكا متوفره لكم كديروها. ممكن تقطعوا حتى واحد شويه ديال البرقوق هكا والمشماش طريفات صغار وكديروهم. كنديروا داك الكاوكاو وكذلك الزبيب، نخلطو مزيان هكا يندمجوا لينا المكونات ديالنا مزيان. وغادي نضيف هكا البيكين باودر اولا خميره الحلويات، وغادي نضيفو الدقيق اللي كيبقى هكا على حسب تجانس الخليط حتى كنحصلوا على واحد العجينه هكا اللي كتكون ما كتلصقش هكا في اليدين وكتكون رطبه بالشكل الموضح في الفيديو. غتحتاجوا تقريبا واحد 500 غرام حتى 550 غرام على حسب النوعيه ديال الدقيق اللي استعملته. مباشره كنشكلوا هكا الحلوه ديالنا كريات. هانتوما هكا كتشوفوا القوام ديال الخليط كي كتكون هكا الحلوه ديالنا ولا العجينه ديالنا كي كتكون. بعد ما كنشكلوا هكا كريات اللي كنديرهم هكا في نفس الحجم، كناخذوا هكا القليل من الدقيق الابيض كندوزو فيه هكا الكريات ديالنا وكنطبعوهم باي مرشم متوفر لكم. ممكن هكا ديروا غير داك المرشم هكا في الدقيق وبتطبعوا به هكا الحلوه ديالكم. مباشره نحطها في اللاطه كما كتلاحظوا معايا عن قرب كي كتجي. كنتبقاو هكا ديروا غير داك المرشم هو في الدقيق هكا غير باش ما تلصقش لكم العجينه هكا في داك المرشم. مباشره كنحطوها في اللاطه اللي فرشت لها ورق الزبده، وغادي ندخلوها للفران اللي كيكون مسخن على درجه 140 درجه، ما بين 140 حتى 150 درجه هكا باش طيب على نار اللي كتكون مهيله دغيا دغيا كتوجد. كتكون بهذا الشكل هذا كما كتلاحظوا معايا. فإلا بغيتو هكا تغطسوها كامله هكا في سكر كلاصي راه كتديروها في السكر كلاصي كامله. بالنسبه لي انا فالنص هكا كنغبرو غير بواحد شويه ديال السكر كلاصي من الفوق، والنص خليته بدون سكر هكا ما درتش ليه السكر كلاصي من الفوق. درت هنايا غير واحد شويه هكا ديال السكر كلاصي وغبرت به هكا الحلوه ديالي. كتكون بهذا الشكل هذا، كتجي لذيذه ما تشبعوش منها وناجحه من اول تجربه. وبهكا كنوصلوا لنهايه الفيديو. كنتمنى فعلا هذه الوصفه اللي شاركت معكم اليوم نال الاعجاب ديالكم. كما كتلاحظوا معايا الحلوه ديالنا راه كتجي هشيشه. في امان الله.